اقبل فكرة الفرن، لان احنا عند اول باب الفرن ما يتفتح اول واحد بنقلب عليه الفخاري نفسه. نمرة واحد، اوعى تفقد رجائك في نفسك مهما كان شكلك او ريحتك او خطيتك، لان حتى لو كنت ابن ضال انفقت كل عيشة ابوك السماوي على الزواني وجاي بريحة الخنزير، هو الفخاري الوحيد اللي يقدر يغير شكلك ويغير صفتك ويغير مكانك في كنيسته. اوعى تيأس طول ما فيك نفس وبتقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، انا الفخاري هخرج من طينة الحرامي المغتصب اللص اليمين قطاع الطريق قديس يخش الفردوس. انا اقدر. السؤال انت عاوز؟ لان الطين ما بتقدرش تقول اه ولا لا، بس مشكلتي انا في حريه ارادتي ان انا ممكن اقول لربنا انا مش عاجبني الطريق بتاعك، تقيل عليا الطريق بتاعك. مين قالك ان انا عاوز ابقى اناء للكرامه؟ لكن لو انت عندك شهوه انك تحيا حياه القداسه حتى لو انت في حاله الطين، اوعى تيأس، لانه هو الوحيد القادر انه يخرج من الطين قداسه. امن ببساطه ان ده المسيح الهي اللي مات علشاني. نمرة واحد، اوعى تفقد رجائك. 2، علشان الطين يتشكل لازم الطين، وهنا بقى المسؤولية اللي عليك، يبقى طيع في ايد مين؟ الفخاري. عارفين يعني ايه طيع؟ ما انا عايز اشكلك، فتصور انت طينة ناشفة تتقطم في ايدي، صح؟ طيع يعني ايه؟ مبلول مية، يعني لين. لازم تعرف تقول لربنا ايه؟ حاضر. من احلى الدرجات الروحيه اللي وصل ليها واحد اسمه اساف، انه من كتر ما بقى طينه طيعه قال لربنا انا وصلت لدرجه ان انا بقيت بهيم عندك، صرت كبهيم عندك. بهيم يعني ايه؟ اصل في انسان غلظ الرقبه، كل ما ربنا يشده عشان يدخله طريق يحرن بدماغه. يعني انت تشدني كده اروح انا حرن عكس، فكل ما بحرن بدماغي انا بتوجع واتهم انك انت قاسي، بالرغم ان انا لو مشيت في الاتجاه اللي انت عاوزني فيه لانك راعي صالح هتقودني الى الاكل الطيب، عمري ما هتألم، بالعكس انا هنمو في محبتك واعرفك اكتر. بس احنا ما بقيناش طيعين لربنا، ما بقيناش طيعين لربنا، فبقينا شعب اسمه غليظ الرقبه. لكن الطينه اللي عاوزة تتشكل لازم تبقى لينة، ولينة معناها انك تقول لربنا لتكن مشيئتك. لينة معناها تقول لربنا حاضر. مفيش اصعب من كلمة حاضر دلوقتي في حياتنا مع ربنا. ربنا يقول لك انا عاوزك تسيب الشغلانة دي وتروح الشغلانة دي، لا انا مبسوط هنا حبيبي، هناك انا مبسوط هنا. طب انا ايه رأيك بقى؟ عشان انا فخاري وغصب عنك هقرص عليك شوية اطلعك غصب عنك. فين ربنا؟ عارف بعد 3-4 سنين تقول يا خبر ابيض على اللي عمله معايا ربنا، ده انا كنت عمري ما هترقى وعمري ما هكبر، ده هو دخلني في طريق ده. لكن يا سلام، طب ما الاول يا اخي خليك طينه لينه يا اخي، يعني وانت لازم تنشف رقنا. بس ربنا عاد وصنعه، بيحاول معايا مره واثنين وثلاثه. نمره واحد لا تفقد رجائك. نمره 2 خليك مع ربنا ايه؟ لين. بلاش تبقى شريك مشاكس، بلاش تبقى شريك مخالف. يا ابني اسمع الكلام، لا قول حاضر، لا ما تقول انا شخصيه مستقله، انا شخصيه قويه. طب اوكي انت حر. تالت حاجه، ودي مش هتتضايقوا منها، الطين بعد ما عملوا الفخاري علشان يبقى ماسك نفسه لازم يخش الفرن. ده احنا ما كناش قادرين نبقى لينين في ايده ونقول حاضر، عاوز دخلنا الفرن. الاول ما تفقدش رجائك حتى لو انت طين، بس انا داخلك فرن يعني. طب الفرن ده قد ايه كده؟ عايز اطمن. يقول لك من 1 ل1 يفرق، وكل اوان وكل يعني كل انيه وليها سواها. يعني علشان يوسف يطلع، يوسف احتاج 12 سنه في الفرن، 12 سنه في السجن واتقفل عليا وشغلوا النار.
فرن عن فرن يفرق. بس برضه طلع يوسف الصديق، شوف كم اصحاح اتكتب عنه في سفر التكوين، من صفحه 37 لغايه اخر، من اصحاح 37 لغايه اخر السفر كله يوسف. حكايه يوسف 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 يوسف. كان بعد عنكم عنده شويه زلط في الطين بتاعه، هيلخبط الاناء، فكان لازم يتنظف كويس قوي. فالفرن بتاعه اخذ 12 سنه. مش بقول لك كده انك هتخش فرن 12 سنه، لا، ربنا عارف انك انت بتتلسع من الكبريت، مش هدخلك فرن، بس يعني بيقول لك استحمل معايا شويه. ليه؟ انت متعجرفه ودلوعه، وبسبب عجرفتك ودلعك وكبريائك عايزه تتجوز واحد يقول لك حاضر. لو ادينا لك واحد يجي يقول لك حاضر، ادينا لك يقول لك حاضر، ايه اللي هيحصل فيكي؟ هتهدي؟ هتتهد يعني؟ لا، ايه اللي هيحصل؟ هتتفرعني اكتر، وانت المدير العام قائد. اوكي بس في الاخر هتخشي ايه بسبب كبريائك؟ الجحيم. فربنا قال لك لا، انا داخلك في فرن ما يكسرش الحديد الا الحديد. هبعت لك واحد وهو طالع على السلم روحي تتسحب مني وانا بسمع رجله على السلم. هتقولي ازاي؟ عايز انفصل، جالي بانيك اتاك. سيبوكم من المبالغه اللي انا بتكلم فيها، لان ما حدش هيقبل كده طبعا. لكن فرضا بقى الفرن بتاعك شريك حياتك، عايز اخش الفرن؟ نو، ما يلزمنيش، ده فرن سخن قوي قوي قوي، انا عايز افضل متدلعه. طب هتخسري ابديتك. طب خش الفرن شويه، هتظبط فيك الاتضاع والاحتمال ويعلمك الصلاه. ده انت كنت بتخلي الناس كلها تعيطي الناس كلها، اخيرا جه واحد خلاك تعيطي. تجربي اللي كنت بتعمليه في الناس يا مفتريه. تقبلي الفرن ده؟ شوف الفرن ده. فين الانفصال؟ فين المجلس الاكليريكي؟ فين القضايا والمحامي والخلع؟ انت ربنا برضو بعت لك واحد نفس، انت بقى دلوع ماما بقى. تاكل ايه يا حبيبي؟ تعشى ايه يا حبيبي؟ شوف يا ماما اخواتي ياكلوا ايه، مش مهم اخواتك عنهم ما كلوا، انت تاكل ايه يا حبيبي؟ بتاع ماما بقى. فربنا عاوز بقى ايه؟ يدخلك فرن. امال هتبقى راجل ازاي؟ ما انت لغايه دلوقتي طينه طريه، انت واخد بالك؟ فلازم تخش فرن عشان الفرن بتاعك بقى واحده بقى يعني مش عايز يعني، المهم يعني واحده بقى تكسر النفس وتسد النفس يعني. تقول لها هتعمل لنا ايه النهارده؟ تقول ما تقوم انت. بس الاكل بتاع الست مكتوبه في اي اصحاح دي؟ لا، طول عمرنا اتربينا ان الستات هي اللي بتغسل المواعين وهي اللي بتاكل العيال، والراجل هي الست طبيخ، الطبيخ ست يعني. لا ده كان عندكم النهارده، لا، في مدرسه تانية خالص، ده كان عهد قديم يا حبيبي. احنا في العهد الجديد، الاشياء العتيقه قد مضت، كل صار جديدا. انا جايبه لك مرياله. سيبوكم من الضحك. بس اوقات كتيره قوي قوي، ارجعوا بقى للفكره الروحيه، ان انا اساسا رافض الفرن. الفرن ده ممكن يكون مدير بايخ بس هيعلمك ضبط النفس والانفعال. ممكن تكون صديقه وثقت فيها وقالت كل اللي انت قلته لها للناس كلها بس اتعلمتي. احنا بقينا من كتر دلعنا عاوزين ربنا بتاع ديليفري بيطبطب ويدلع وبس، لكن عمرك ما هتبقى آنية للكرامة من غير ما تخش الفرن. فلابد ألا تفقد رجائك، لأنك لو أنت طين زي السامرية هيعمل منك كارث. لكن لازم تكون لين وتتعلم في حياتك تقول حاضر. ده أنا حتى لو أب اعترافي قال لي حاجة وأنا مش مقتنع بيها ما بقولوش حاضر. أقول له حاضر ليه؟ ومش حاسس بيا. ده احنا قفلنا الفرن من بابه. لا يا ولاد، عشان أكون واقعي معاكم وما اخدعكمش، الحياة الروحية فيها أفران، عشان مش هنستوي من غير فرن. العجينة اللي الست بتعملها اللي فيها الفانيليا والبيكنج باودر والدقيق والبيض والسكر نية كده لذيذة. كنا اوقات نلحس البواقي واحنا عيال لما كانت ماما تعمل في البيت الكيكة، بس لو اكلتها نية بطنك هتتوجع.
انت لازم تاكلها ايه؟ وعشان الكيكه تبقى مستويه وتبقى تورته بعد كده لازم تخش ايه؟ فلما ربنا يحب يعمل منك من عجينه نيه تورته، اقبل فكره الفرن، لان احنا عند اول باب الفرن ما يتفتح اول واحد بنقلب عليه الفخاري نفسه.